اول فيديو بعد غياب مدة طويلة قوي. هتكلم معاكم عن الانطباع الاول اللي بيسيبه كل برج عند الناس. يعني عموما لو شخص داخل لسه على ناس جديدة او مجموعة جديدة، ايه الانطباع الاول اللي بيسيبه عند الناس دول؟ اول برج هو برج الحمل. برج الحمل بيسيب انطباعات كتيرة جدا، مش انطباع واحد، حسب مزاجه ساعتها. يعني لو هو داخل على ناس وهو متعصب او متضايق، مش هيحبوه وهيتقفلوا منه، هيحسوا ان هو شخص التعامل معاه صعب جدا، وهتلاقيهم بيجروا بيخافوا لان هو عصبيته وحشه. فده الانطباع الاول. بس بعد 5 دقايق من لما يخلص عصبيته ويهدى كده، هيحسوا ان هما كانهم يعرفوه من زمان قوي. هو هتلاقيه بيحاول يلطف الدنيا عشان عارف ان هو عك، فبيلطف وبيتعامل بطريقه ودوده جدا. بمعنى ان هو هتحس ان هو صاحبك من زمان، يعني هتحسوا ان انتوا واخدين على بعض او انكم صحاب من زمان. لو هو داخل بقى عليك وهو اصلا مزاجه رايق، يعني هزار وضحك وهتلاقيه بيتكلم معاك في تفاصيل حياتك وكأنه يعرفك من زمان، وكأنه مهتم لأمرك بجد. بيديك نصايح بقى وبياخد وبيدي وتحس ان هو صاحبك بقاله 10 سنين مثلا. ده بالنسبة لبرج الحمل. دمه خفيف وبيحب يهزر ويضحك كتير قوي، بس ابعد عنه وهو متعصب، يعني حاول تتجنبه شوية وهو متعصب. غير كده هو عسل فلة. برج الثور، اول انطباع بيسيبه برج الثور عند الناس ان هو تنك، ان هو شايف نفسه، وهو حقه على فكرة. يعني هو من الشخصيات اللي عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه. هو عارف هو بيتصرف ازاي، امتى، فين، مع مين. هو عارف كل خطوة بياخدها ليه وازاي. فلما بيكون داخل على ناس جديدة، كلامه بيبقى قليل. هتلاقيه بيعبر اكتر بعينيه، يعني بيبين اهتمامه بعينيه، بلغة جسده، بطريقته، بتفاصيله. يعني مثلا هو لو قاعد في وسط ناس لسه ما يعرفهمش، وفي حد حس ان هو لطيف او حس ان هو ممكن يبقى صاحبه، هتلاقيه بيتعامل معاه بطريقه من غير ما يتكلم، يعني من غير ما يقول بقى انت ظريف ولا انت لطيف ولا كل الكلام اللي ممكن اي حد تاني يعمله ده. بس هتلاقيه بيتعامل معاه بكيرنج شويه، يعني يلحقه لو مثلا في هيوقع حاجه، يكمل له كلامه لو هو بيقول حاجه واتلخبط او معرفش يكمل. يدعمه لو هو قاعد في قاعده مثلا وناس مطلعينه على المسرح وبيهزروا وبيضحكوا، تلاقيه واقف في ظهره وبيدعمه. المهم ان برج الثور دايما تحس ان هو سند كده، يعني ان هو في ظهرك دايما في اي وقت. بس الانطباع الاول بالنسبه لبرج الثور مش الطف حاجه. بعد ما تعرفوا او تعاشروا شويه هتحبوا. البرج اللي بعد كده اللي هو برج الجوزاء. ناس كتير قوي ما بتبقاش عارفه تترجمه من الاول. يعني ساعات بيبقى بوكر فيس، تلاقيه قاعد في وسط الناس وما اللي هو قاعد عامل كده، لا بيتكلم ولا بيرد ولا بياخد وبيدي ولا. بس ده لو هو مش طالبه معاه او مش حابب المود، مش حابب القعده، مش حابب الناس، مش عايز يتكلم. لكن في طبيعته في العادي بتاعه بقى الجوزاء، اول ما يدخل هو مكان هتعرفه بضحك وهزار، وهتلاقيه بيتعامل مع كل الناس كأنه داخل عليهم مش أول مرة، كأنهم كانوا قاعدين مع بعض امبارح. اجتماعي، وبيحب بيحب يقعد يرغي، يعني بيحب يقعد يتكلم كتير مع الناس. بيحب يعرف تفاصيلهم. بيحب يدخل في سياق الكلام، يعني لو هو داخل على ناس لسه أول مرة يقعد معاهم ولقاهم بيتكلموا في موضوع، هتلاقيه بيشارك، داخل بيشارك. بيهتم، بيتفقوا على خروجه هتلاقيه بيظبط الخروجه وبيتفق معاهم وبيكمل معاهم وكل الحاجات دي. فبرج الجوزاء برج هتحبه، يعني اول ما تقعد معاه، اول انطباع كده بيسيبه ان هو شخص فرفوش قوي ولذيذ وكده. بعد كده بقى برج السرطان. برج السرطان على عكس الطبيعي ان هو شخص اجتماعي قوي، وان هو بيحب يعمل علاقات وبيحب الناس وكده. بس في الاول ما بياخدش على الناس بسهولة، يعني بياخد وقت شوية على ما يبدأ ينفتح على الناس. فهتلاقيه ساكت شوية، تحس ان هو غامض، ان هو ساكت شوية، مش سهل ياخد على الناس بسرعة.
بعد كده هيبقوا صحاب كده، يعني بس تديله مساحته في انه يفك كده وياخد راحته، هتلاقيه بقى خلاص بقى صاحبك من 20 سنة. فده برج السرطان. هو الناس اللي هي ايه، بتبقى بتقدر قوي العلاقات، وبتحب تتعامل مع الناس، وبتحب تعمل علاقات. بس مشكلته الوحيدة زي ما قلت ان هو مش بسهولة بيفك. فانت بس لو معاك مفتاحه هتلاقيه جميل وصاحب حلو قوي. برج الاسد بقى البرج اللي معظم الناس بتخاف منه شوية في الاول، او بت بت بتجيب خطوة لورا كده، يعني مش سهل انك تحبه من اول ما يدخل. في ناس ممكن تتشدله، يعني تبقى يلفت النظر، من الابراج اللي بتلفت النظر جدا. هو لو ما لفتش النظر ما يبقاش برج الاسد اساسا. ملفت للنظر جدا. بيحب يبقى اون سبوت، يعني هو اتيتيوده وطريقته وتصرفاته بتخليه دايما اون سبوت. فاول ما بيدخل على اي ناس جديده ما يعرفهمش، هتلاقيه هو يبدو ان هو تنك، بس هو ايه، واثق في اللي هو انا جيت. يفضل قاعد ساكت شويه، كلامه قليل حبتين، مش بيتكلم كتير في الاول، يعني من الناس اللي ممكن تقعد ساكته فتره طويله. هو بيقعد برستيجه، شخصيته. يتكلم امتى؟ يتكلم لو حس ان هو مش ملفت، ان سكوته مش جايب مع الناس، يبدأ يلفت النظر بكلامه، يعلق على حد بيتكلم، يقول رأيه في معلومة، يعارض لو في ناس بتتكلم في موضوع، يعارض. كل الطرق اللي بيها ممكن شخص يلفت الانتباه هتلاقي برج الأسد بيعملها لا إراديا، هو مش بيبقى متعمد. هو ده اتيتيوده يا جماعة، هو لازم يكون اون سبوت، هو خلق ليكون اون سبوت. ده برج الأسد. فهو في الأول في ناس كتير، عارف الشخص اللي بتقول له انا كنت بسترخمك قوي في الاول، بس بعد ما عرفتك حبيتك جدا. ده برج الاسد. هو لازم الفيرست امبريشن بتاعه يبقى كده. الاسد. بعد كده برج ايه بعد برج الاسد؟ احنا في برج نطيناه، العذراء. برج العذراء شوية زي برج السرطان، يعني مش من الابراج اللي سهل انها تاخد على الناس بسرعة، بياخد وقت شوية، بس هو عارف ازاي يخلي الناس تحبه. يعني هو بيتعامل بطريقة كيرنج قوي، بيهتم بالناس اللي موجودة حتى لو هو مش طايقهم. يعني حتى لو هو داخل على قعدة هو مش طايق الناس اللي قاعدينها، بس هيعرف يتعامل حلو، هيعرف يتعامل بذوق، هيعرف يخلي كل اللي موجودين يحبوه حتى لو هو مش طايقهم. هيعرف ازاي يسيب انطباع اول كويس. يعني من الناس اللي تعرف ترمي او تحط على جنب انا حاسس بايه، واتعامل كويس بذوق باحترام مع الناس اللي قدامي. فالناس اللي ليها في اول انطباع انه شخص بيعاملنا كويس، بيعاملنا بذوق، عارف ازاي يتعامل مع الناس، عارف ازاي يتعامل مع كل شخصية باختلافها، ذكي جدا. فبيعرف ازاي يخلي الناس تحبه، بيعرف ازاي يخلي الناس تحترمه، وبيعرف يخلي الناس تاخد عنه انطباع اول كويس. ده برج العذراء. بعد كده بقى برج، احنا كده قلنا حمل، طور، جوزاء، سرطان، اسد، عذراء. طيب البرج اللي بعد كده برج الميزان. برج الميزان مش دايما بيسيب انطباع اول حلو. برج الميزان في الاول خالص ممكن يقعد شوية الناس تحس ان هو مخيف، او مش عارفة اوصلها لكم ازاي، لان انا برج الميزان، فصعب قوي ان انا اقعد اشرح نفسي او كده، او احس ان انا بتكلم عن نفسي. بس برج الميزان هو برج اجتماعي جدا وبيحب الناس جدا، وبيحب يتعامل ويقعد في قعدات زحمه وفيها ناس، والناس تاخد عليه وياخد عليهم، وبياخد على الناس برضو بسهوله. بس لازم في الاول مش اي حد بيتعامل معاه. يعني لو هو دخل على قعده وفيها شخص ما حبهوش، هيبقى بيتعامل معاه بطريقه من على الوش قوي، فالشخص اللي قدامه هيسترخمه، يعني هيحس ان هو
مش ألطف حاجة يعني. فهيسيب له انطباع انه شخص تنك، انه شخص مغرور، انه شخص مخيف شوية، مش سهل ان حد يتعامل معاه، او هو ان هو عامل حدود في التعامل مع الناس. لو حبك هتلاقيه بيتعامل معاك بمنتهى اللطافة اللي في الدنيا، بيتعامل بطريقة حلوة، بيتعامل بذوق، باحترام. 10 دقايق بعد اول قعدة هتلاقيه واخد عليك جدا، وهتلاقيكوا بتهزروا وبتضحكوا كأنكوا صحاب من زمان. بس ده لو حبك. لو ما حبكش زي ما قلت هيبقى باني، عامل بريدج كده بينك وبينه، مش سهل انك تعديه وتوصل له. هيبقى بيتعامل معاك باللي هو عايز يتعامل بيه، مش بطبيعته. بعد كده يجي برج العقرب. برج العقرب صعب قوي انك تكون عنه انطباع من اول قعدة. يعني الجملة مركبة غريبة شوية، معلش. قصدي انه سهل تبني وجهة نظر او تكون رأي عنه من اول قعدة. ليه؟ لان برج العقرب ما بيتكلمش كتير، خصوصا في الاول. هتلاقيه بيسمع اكتر. هو بيقعد يسمع، وبعدين بتشوف عينيه، ركز مع عينيه، هتلاقيه هو واخد باله من كل حاجة بتحصل في القعدة، كل الناس اللي حواليه، واخد باله مين بيتكلم على مين، فيعرف ان الشخص ده نمام ما ينفعش استأمنه على سر. مين بيتريق على مين، فيعرف ان الشخص ده انا ما ينفعش اخد رأيه في حاجة لانه هيتريق عليا. مين بيدافع عن مين، فيبقى ده شخص محل ثقة. مين مش في دماغه اساسا ولا واخد باله من اي حاجة حواليه، فيبقى ده شخص تلقائي، ما بيحسبش حساب حاجة وما بيفكرش كتير. هو بيقعد يحلل كل الشخصيات اللي حواليه عشان لما يقرر يتعامل او يقرر يبقى على طبيعته، يبقى عارف يبقى على طبيعته مع مين. لو حس انه الشخص اللي قدامه ده هو مش المفروض يبين له طبيعته، يبقى لو قعد معاه بدل القعدة 100 مش هيعرفه، يعني مش هيعرف يكون رأي. هتفضل اللي هو، عارفين الشخص اللي هو تقعد معاه مهما تقعد انت مش عارف هو كويس ولا وحش، طيب ولا شرير، بيحبك ولا ما بيحبكش. ده برج العقرب لو مش عايزك تعرف عنه حاجة. بعد كده برج القوس. برج القوس اكتر شخص هتلاقيه لو موجود في قعدة مفيش حد متضايق، مفيش حد زعلان. اول ما بيدخل على الناس هتلاقيه بيهزر، وشه بشوش، يعني مش من الناس اللي ممكن وشها يبقى بيقلب كتير او بيكشر كتير او يعني ما يقلبش وشه. مهما كان عنده مشاكل وهموم بيعرف ازاي يحطها في البيت قبل ما ينزل يقابل الناس ويتعامل معاهم، بيعرف يفصل تماما. بيعرف ما يديش المشاكل اكبر من حجمها، يعني المشكلة بيحاول يصغرها، لو معرفش يصغرها بيسيبها على قد حجمها، ما بيكبرش المواضيع. فمن الناس اللي هتحس معاهم ان الحياة سهلة وبسيطة وان كل حاجة بتعدي. قعدته بتهون على اللي حواليه، بتهون على الناس اللي موجودة. لو داخل على حد عنده مشكلة هتلاقيه قايم من القعدة بيضحك، نسي اساسا ان هو كان متضايق. بيعرف يفك الناس اللي حواليه، بيعرف يطلع منهم الحلو، يطلع منهم الجوانب الإيجابية ويرمي السلبية دي على جنب. فبيسيب انطباع انه شخص عنده طاقة إيجابية، شخص يتحب، شخص تحب تقعد معاه لما تكون متضايق تخرج معاه، اما تكون زعلان، اما تكون زهقان، لما تكون في اي مود نيجاتيف او وحش تروح تقابله. ده برج القوس. بعد كده برج الجدي. برج الجدي زيه زي برج العذراء شوية، من الابراج اللي مش بتاخد على الناس بسهولة في الاول، بس بيعرف ازاي يسيب انطباع اول حلو. دارس بقى، عامل دكتوراه في البني ادمين، هو اصلا بيعرف يفهم الناس بسهولة. يعني بيعرف الشخص اللي قدامه ده شخصيته عاملة ازاي، بيحب يتعامل ازاي، وبيبدأ يعامله من المنطلق ده. الشخص ده بيحب الشخص الصريح، يبدأ يتعامل معاه بصراحة. الشخص ده بيحب اللي دمه خفيف، فيبدأ يبقى على طبيعته أكتر ويهزر ويضحك. الجدي دمه خفيف
وبيحب يقلش ويهزر كتير ويتريق على كل الناس وكده. فهتلاقيه شخص على كل الجوانب بيعرف يسيب انطباع اول حلو، بيسيب انطباع انه شخص مصدر ثقة، بيسيب انطباع انه شخص دمه خفيف، بيسيب انطباع انه شخص يعتمد عليه، بيسيب انطباعات كتيرة معظمها حلو. بعد كده برج الدلو. برج الدلو دماغ قوي، يعني لما تقعد معاه لأول مرة لازم هيشدك، هيلفت انتباهك، هيخليك عايز تعرفه اكتر، عايز تقرب منه اكتر. طريقة تفكيره او فلسفته في الحياة، هتحس ان هو عنده وجهة نظر في كل حاجة، عنده رأي. اي موضوع هتتكلم معاه فيه هتلاقيه بيتكلم معاك، وهتلاقيه بيقولك معلومات انت اول مرة تعرفها، حتى لو كان الموضوع ده موضوع دراستك مثلا او موضوع شغلك، هتلاقيه بيضيف لك دايما معلومات، هتلاقيه بيعلمك، بيقولك نصايح، بيقولك وجهة نظر من منطلق مختلف اول مرة تسمع عنه. دايما هتبقى حابب تقعد تتكلم معاه، تاخد وتدي معاه، حتى لو انت متعرفوش، بس هتبقى حابب تقعد تتكلم بقى بالساعات، لانه هيبقى بيضيف لك طول الوقت، هيضيف لك طول الوقت، هيضيف لك معلومات، هيضيف لك نصايح، هيضيف لك وجهة نظر. ده غير ان هو بيعرف يقرا الناس، يعني بيعرف يفهم اللي قدامه كويس قوي، فبيعرف ازاي يتعامل معاه ومش بالوقت. يعني في ناس ممكن تفهم اللي قدامها بعد قعدة واتنين وتلاتة، الدلو من اول قعدة هيفهمك، هتلاقيه بيكمل لك كلامك وانت بتتكلم، او لما تبقى بتحكي له حاجة هيلقطها بسرعة وهيفهمها وهيعرف يرد عليك فيها ويقول لك رأيه، لانه هيبقى فاهم انت بتتكلم من انهي منطلق، هيبقى فاهم انت حاسس ايه جنب كلامك اللي بتقوله. لو انت بتقول كلام غير اللي انت حاسه هيبقى عارف. ده برج الدلو، فانطباعاته الاولى دايما حلوه. بعد كده برج الحوت. برج الحوت من الابراج اللي هتحبها، من الابراج اللي لما تقعد معاها، او الشخصيات اللي لما تقعد معاها في الاول هتحس انها طيبه، يعني ناس طيبين كده. هتحس ان هم شخصيات متربية، عارف لما تقول انه الشخص ده ابن ناس. ابن ناس دي معناها ان هو عنده قيم وعنده مبادئ، عنده حاجات، ما يقدرش يأذي حد، ما يقدرش يجي على حد، ما يقدرش يغتاب حد او يتكلم عليه في ظهره وحش، ما بيحبش يظلم، ما بيحبش حد يظلم حد قدامه، هتلاقيه بيدافع عنه. عنده مبادئ وقيم. فلما حد يبقى لسه اول مره بيقعد معاه ويلاقيه مثلا بيدافع عنه، هو ما يعرفكش بس هو حس ان انت اتظلمت او ان انت في حد جاي عليك، فبيدافع عنك من غير ما يعرفك، طبيعي تحبه. يعني طبيعي هو بيلعب على المشاعر، هو مش بيلعب، هو دي طبيعته، هو بيتعامل بالمشاعر، فبيكسب الناس بالمشاعر حتى من اول قعده، بيسيب انطباع انه شخص يتحب، شخص ما تخافش ان هو ممكن في يوم من الايام يعمل فيك حركة وحشة، ما تخافش ان هو ممكن يظلمك في يوم، ما تخافش ان هو ممكن يخزوقك زي ما بنخزوق كلنا في حياتنا. فبرج الحوت من الابراج اللي تبقى عارف انك ممكن تسلم له وانت مطمن وانت مش خايف. بس دول كده ال 12 برج، ودي الانطباعات اللي بيسيبها كل برج. لو عندكم رأي مختلف قولولي، ولو في حاجة نسيت اقولها برضو قولولي، ولو وحشتكم برضو قولولي. باي.